بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وحضراتكم طيبين. تعالوا مع بعض النهاردة هنعمل عصير الجزر بقشر البرتقال. بجد طعمه خطير جدا، وهيرمي معاكي كمية حلوة وجميلة يقضيكي شهر رمضان كله. وكله ده ب5 جنيه. 2 كيلو، الكيلو ب2.5. تعالوا مع بعض هقول لكم على اهم خطوات هنعملها فيه عشان يطلع معاكي عصير الجزر طعمه جميل وحلو خالص. عصير الجزر لو عملتيه لوحده بيبقى طعمه حلو مش وحش، بس لو حطيتيله البرتقال بيبقى طعمه اجمل واجمل. وبما ان البرتقال بدأ يغلى وكيلو البرتقال وصل 8 و10 وكده، هنستبدله بقشر البرتقال. قشر البرتقال هيديكي نفس النتيجة والطعم الحلو خالص. زي ما شايفين حطيت الكمية وحطيت عليه قشر برتقال، ما تكتريش كتير خالص، مثلا زي ربع كوبايه صغيره. اول ما هيستوي استوى معانا حلو كده، هنضربه بالكبه. عندك خلاط اي حاجه تضربيه بيه، ده بديل قمر الدين. بجد طعمه جميل جدا ومغذي، وزي ما قلت لكم حاجه كده حلوه خفيفه، حتى ما فيهاش موالح مش زي الحاجات اللي احنا بنحبها، يعني زي اللي فيها املاح كتير وبتضرنا. ضربتهم بالكبة زي ما شايفين، وهقسمهم في اكياس. تمام، تطلعي على قد الكمية، وهتضيفي طبعا مية. انا هعمله عصير حاليا، بس هعمله عصير يعني تقيل. تقدري تخزنيه بالطريقة دي بعصير تعمليه، بس بيكون تقيل خالص. يا اما بتعمليه زي ما هو، وبرده المية بتاعته تحتفظي بيها. انا غسلاه قبل كده ومقشراه حلو خالص. تمام، المية بتاعته دي مية نظيفة، لان غسلاه مرة واتنين وتلاتة. زي ما شايفين تقيل خالص. هنزود مية لما هنيجي نعصره. في ناس بتحط له سكر بيبقى حلو خالص، وفي ناس بتحب تضيف له سكر لما تيجي تضربه في الخلاط. تقدري تعملي منه كمان مربى الجزر، نفس الخطوات بالظبط، الا بتضيفي له سكر وهو على النار. كيلو مثلا، الكيلو الجزر كيلو سكر، او كيلو الا ربع لو مش حباه يبقى مسكر كده جامد، وطعمه يعني يلزح كده مش حلو. مربى الجزر حلو. احنا كمان داخلين على العيد، كل سنة وحضراتكم طيبين. بيجري شهر رمضان بسرعة، والعصير او المربى غليت خالص، والاسعار غليت، والحلويات بره. لو عايز تعملي لاولادك بديفور سابليه بالمربى، تقدري تعملي الجزر. مربى الجزر دي احلى حاجة واضمن حاجة تقدري تعمليها، وطعمها لذيذ وجميل جدا. همسك الكميات واخلصها كلها، وزي ما اوريكم حضراتكم هعبيها في اكياس. تقدري تعبيها ببراطيم، تسهلي على نفسك خالص. نزلت السوق بصراحة، لقيت فواكه واشكال والوان، بس حاجات ما تنفعش تتعمل عصاير. زي عصير البرتقال، عصير مثلا اليوسفي، اسعارهم غليت. ممكن نعملهم بس اسعارهم غليت. فواكه الصيف ما بتبقاش حلوة زي فواكه الشتاء، بتبقى مليانة فواكه الشتاء. فعشان كده تقدري تعمليهم وتخزنيهم وتعملي الكمية اللي انت عايزاها. تمام، وتبقى معاكي بقية كمان السنة كلها لو حابة. وكمان لو عندك أطفال تقدري تعمليها. تمام، تقدري. معلش أنا أسفة، وقعت مني الكبة. هحطها لكم يعني في الكيسان بتاعتهم. أنا عملت حبة كده، وبعد ما عملت الحبة دول عملت شوية عصير. بجد كان عاجبهم خالص وطعمه حلو، لان احنا بنعمله بصراحة طول السنة. بيبقى حاجة جميلة جدا، وخاصة فصل الصيف بيبقى طويل خالص، فبنحب المشروبات الباردة بتبقى حلوة للأطفال، وتقدري تنوعي فيها وبتغيري فيها في حاجات كتيرة خالص. يا رب الفيديو يكون عجبكم ونال رضاكم. لو عجبكم قولولي على اي حاجة او اي استفسار، انا تحت امركم. زي ما شايفين ما شاء الله عمل حلتين كبار خالص. هبدأ اكيسهم في اكياس. ممكن تقدري تجيبي اكياس. انا بجيب الربع كيلو ب15 جنيه، ربع الكياس. بصوا ما شاء الله عمل معايا كمية كبيرة تقضيكي شهر رمضان كله. تقدري تنوعي ما بينهم، ما بين العصائر الجافة، ما بين لو انت عندك عصير مانجا، عصير جوافة، عصير فراولة، تقدري تنوعي ما بينهم. الكيس دي انا بجيبها زي ما قلت لحضراتكم، ربع كيلو، مش فاكرة، ما بين 15 ل10 جنيه بتنفع